احسن تتبيله ديال الستيك تقدروا تذوقوا. غادي تجربوها هذه في واحد نص كيلو ديال الستيك، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير، في واحد راس المعلقه ديال البزار، جوج ضريفات ديال الثومه. تخلطوا الكل جيدا، تعصروا واحد نص حامضه، ديروا مليحه، وديروا لا زيت لا والو. هنايا غادي ندوزوا للبيض، حتى هو غنديروا فيه واحد ضريس ديال الثومه، واحد عصيره ديال الحامض، حتى 5 ولا 6 ديال القطرات، وشويه ديال التحميره غنديروها حتى في الطحين، وغنزيدوا معها حتى شويه ديال الملح. غنخلطوا داك الطحين مزيان، نخلطوا البيض ديالنا مزيان. لي ستيك غادي نهزوهم نديروهم في الطحين، نديروهم في البيض، نديروهم في لاشابلوغ، ونعاودوا نردوهم في البيض، ونعاودوا نديروهم في لاشابلوغ. السر الرئيسي في هذه الوصفه هي ان الزيت ما خصهاش تكون سخونه بزاف، ماشي بحال اللي كنديروا فيها الفريت، بحيث الدجاج ديالنا خصو يطيب من الداخل يعني. وكان درتو القليه الاولى، القليه الثانيه نقصوا عليها البوطه. هنايا راه تشوفوا القرمشه والمذاق، غادي نخليكم نتوما تجربوها وتحكموا. اشتراك ولايك